عارفين ايه مشكله ان انا ابتدي بيزنس والبيزنس يكبر؟ الايجو بتاعي، ان انا عايز مكتب حلو قوي، ان انا عايز افتح في الحته الفلانيه، ان انا عايز البنوته الفلانيه تشتغل معايا في الماركتنج تيم. في برنامج شارك تانك مثلا بلاقي الناس بيقول لك ايه، احنا ناقصنا السيلز تيم، احنا عايزين سيلز اند ماركتنج تيم. يا جماعه كل المشكله الوحيده بتاعت الستارت اب بيزنس ان هو مش بيبتدي صغير. انتوا عارفين بقى ماي ادفايس ايه؟ مش تبتدي صغير، ابتدي اصغر من ما انت تقدر عشان تلاقي عندك السبيس اللي تتطور فيها. اصلا ابتدي الشغل من المطبخ، ابتدي الشغل من اللابتوب بتاعك، حتى مش في المطبخ لو امك بتطبخ، من على كافيه ومش من على ستاربكس، من على قهوه بلدي. وابتدي الشغل بورقه وقلم مش باللابتوب. ابتدي اجمع. ابونا واحنا صغيرين امنا كانوا بيعلمونا الجدول الضرب لازم نستخدمه بدماغنا، صح؟ عشان لما نكبر الكالكليتر تبقى موجوده في حياتنا، بس يبقى اصلا مخنا شغال. لو انا من وانا صغير ما كنتش بستخدم ده مش هيبقى مخي حاضر دلوقتي. فانا لازم ابتدي اصغر as much as I can عشان اعرف اكبر اصلا، عشان عندي السلالم اللي اعرف اطلعها. بس انت لازم تبقى عارف ان اللي بيمنعك ان انت تكبر وبيمنعك ان انت تعمل بيزنس وبيمنعك ان انت تعمل نجاح هو انت. او ان انا عايز ابتدي كبير، انا عايز اجيب العربيه الفلانيه عشان لما الكلاينت يخش مش عارف اعمل له ايه، انا عايز اجيب البنت الفلانيه اللي فاهمه في الماركتنج عشان تحطني على التراك. فانا من ضمن الغلطات اللي انا عملتها يا ميشو بعد ما عملت شويه بيزنسز وبعد ما لقيتها سهله بقى يا رامي وصباح الفل، ما انا معايا فلوس، لا يا عم هات 5 كاميرات، لا يا عم افتح هنا، لا يا عم روح اجر المكان ده. ومش ده الصح. المفروض اللي يصرف على البيزنس ايه؟ البيزنس، مش انت، مش جيبك، لان جيبك هيخلص وجيبك هيخلص وهيفايت يو باك وهيرجع يقول لك ليه خدت مني. لكن لو بيزنس هو اللي جنريت الفلوس ده يبقى ده بيزنس ناجح. اللي بيمنعنا ان احنا نعمل بيزنس، اللي بيمنعنا ان احنا نكبر، الايجو اللي هو مش راضي يخلينا نبتدي صغيرين. فما تبتديش صغير، ابتدي اصغر من اي حاجه انت تقدر عليها. لو حسيت ان الكلام ده نفعك اعمل شير، يمكن الكلام ده ينفع حد تاني.